من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hello, good afternoon everybody. My name is Hazel and I've come from England, UK. So I am actually enjoying Egypt. I'm loving the holiday. I'm loving the weather. The weather is just outstanding because at the moment the UK, we had lovely summer, but at the moment the weather is not as warm as what it has been. In Egypt so far, we've only been here a few days, but we've got a wonderful guide called Ahmed. I highly recommend Ahmed to anyone who's coming to Egypt. And he's just shown us some wonderful places. Yesterday, we saw the pyramids yesterday, and they were just really outstanding. We also did camel riding. We rode the camels, and that was just outstanding in the desert area. We also went on the River Nile in the night time, and that was amazing. We had lovely food. Now for me, I haven't had a great deal of Egyptian food because I'm actually a vegan, but we had some Egyptian dates yesterday and they were amazing. Lovely, beautiful, fresh dates. And then this morning for breakfast, I had the best mango. The mangoes were absolutely delightful. And then, yeah, we went to a lovely church this morning, and we're going to see a mosque later on today. And the Egyptian people have been very hospitable to us. They keep calling us dark sugar or brown sugar. Brown sugar, they keep calling us brown sugar, but they've been really amazing to us. So I highly recommend anyone to come to visit Egypt. It's a lovely place. مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان.
سحر وخيال أرض الجمال ما خطرش يوم عالبال Bonjour, je suis Kathleen Ravat, je viens de France, de Lyon exactement. Je vais faire 12 jours en Égypte, je vais visiter le Caire, Luxor et Aswan et Hurghada. Ici, les gens sont très accueillants, très gentils, la nourriture est très bonne. Je vous recommande de venir en Égypte. أهلا بحضراتكم في قاعة تانيس في المتحف المصري. قاعة تانيس منطقة تانيس ومدينة تانيس هي منطقة صان الحجر في الشرقية. المجوهرات اللي اتوجدت على الموميا الخاصة بالملك سوسنس حوالي 20 قلادة، قلائد مختلفة من الأحجار الشبه كريمة وعقد رائع جدا من الزرد، الفصوص بتاعته كبيرة جدا ومكتوب عليه واحدة بس من ضمنهم خرزة مكتوبة عليها بالخط المسماري. هل دي تعويذة؟ هل هي كلام سحري؟ محدش عارف. المجوهرات والقلائد بالذات لازمتها ايه وفايدتها ايه للمتوفى؟ بيبقى لابس أساور، لابس خلاخيل في رجليه، القلائد على منطقة الصدر، دي كلها ليها مغزى ديني لحماية الأطراف وحماية المناطق الضعيفة في جسم الإنسان، منها الرقبة، منها المعصم، منها الساقين والكاحل. دايما المصري القديم كان يصور آلهة على المجوهرات دي، على القلائد. نلاقي إزيس ونفتيس، نلاقي الخفر اللي هو رمز الوجود ورمز البعث في العالم الآخر. مناظر جميلة جدا بنلاقيها على الحلية اللي خاصة ببسوسنس، بنلاقي اسمه. من ضمن الجمال ان إزيس ونفتيس قاعدين والخفر في الوسط، بدل ما هو بيدفع قرص الشمس ان هو يشرق، لا ده مكتوب اسم بسوسنس، كأن هو بيدفع بسوسنس ان هو يشرق مع إشراقة كل شمس. طالما هو بيشرق مع إشراقة كل شمس فهو لن يموت، هو هيبعث مع كل شروق شمس، فهو لن يموت، مش هيقعد في العالم الظلام أبدا، مش هيقعد في عالم الأموات، هو هيبعث وهيخلد في العالم الآخر. هي دي المغزى بتاعت مجموعة الحلي اللي اتوجدت مع سوسنس ومع أي ملك آخر. وظيفة الحلي هي حماية أجزاء المتوفى، زي بالظبط الأغطية بتاعت الأصابع اللي من الذهب، بتحمي المناطق الضعيفة من الذهب. ليه؟ لأن المصري اعتقد أن الأرباب أجسادهم من الذهب، فهو برضو بيقلدهم، عامل الأطراف بتاعته من الذهب تبركا بالرموز الدينية والأرباب، وعلشان يخلد زيهم في العالم الآخر. Rachel from London. I'm Bernadette from London. Near London. Yeah. We've been in Egypt for a week. A week? Yes. 1 week? Yes. We did a tour down the Nile. We started in Luxor, went to Aswan, saw the Valley of the Kings. So yes. It was amazing. Our favourite, I think, is my favourite is the Valley of the Kings. Yeah, Valley of the Kings. Very hot, but very good to see. What else did we see? Karnak was so good. Yes. And the pyramids, great. Yeah. And the Sphinx. Yeah, and everyone very friendly, really kind, very friendly, very welcoming. Yeah, good hospitality.
We think our favourite is the Egyptian falafel. Yeah, It is it's good. delicious. It's good to eat. And So, baba ganoush. yeah, Yes. we'd come again. There's lots to see. We've been here 1 week and we feel we haven't seen everything. We may come back. We will come back. We've enjoyed our visit. Perfect. Thank you. Okay, thank you. السلام عليكم. أنا آلاء الزغبي جايتكم الإمارات. طبعا مبسوطة جدا بأهل مصر، حسيتهم زي أهلي، وأكيد راح أكرر هالأجازة بالذات في الشتاء. والأماكن اللي زرتها الأهرامات والمتحف طبعا المصري وايد حلو، ومن الأكلات برضو الشهيرة اللي جربتها كشري، كنافة، بسبوسة وهالأكلات، وجدا الصراحة مبسوطة هون. نورت مصر. نورت مصر. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.